الابسط التانية من الأمثال العربية الفصحى. المثل المرة دي بيقول: لو ذات سوار لطمتني. بيقول الرواة إن اللي قال المثل ده هو حاتم الطائي، واللي كان في يوم ما موجود عند بلاد عنزة في أحد الأشهر الحرم، وكان في أسير ليهم، وناداه الأسير وهو بيقول: يا أبا سفانة، أكلني الأسر والقمل. فرد عليه وقال: ويحك، أسأت إذا ناديتني باسمي في غير بلاد قومي. فساوم الناس وقال: أطلقوا سراحه واجعلوا يدي في القد مكانه. وفعلا وافقوا ودخل مكان الأسير، وبعد كده جت امرأة وفي معاها بعير عشان يفصده، فنحروا، فقامت ضربة على وشه: ستي مش انت اللي طلبتي؟ فقال المثل الشهير بتاعه: لو ذات سوار لطمتني، وكأنه عاوز يقول لو ان حرة هي اللي لطمتني على وشي كان هيبقى أهون ليا. وكان من المعروف زمان أو في الحقبة الزمنية دي تحديدا إنه الإماء والجواري مش بيلبسوا الذهب أو أي مجوهرات عموما، وانتشر المثل وبقي يتقال للكريم اللي بيظلمه دنيء وما يقدرش يتحمل الظلم بتاعه، وللوجيه اللي بيهينه حقير. واللي ما يعرفش حاتم الطائي ده كان من أكرم العرب، لدرجة إن العرب قديما كانوا بيلقبوا أي رجل كريم بالطائي، نسبة إلى حاتم الطائي الكريم جدا. سلام.